السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل سد الحنك، أحلى حلويات سريعة، وكنا على طول زمان بنعملها علشان لو نفسك في حاجة حلوة كان هي دي الحاجة الحلوة بتاعتنا. تعالى أقولك على مقادير مظبوطة جدا. معايا هنا 6 معالق دقيق مليانين، 3 معالق سمن بلدي مليانين برضو، 3 كوبايات مية عليهم 6 معالق سكر، وشوية فانيليا أو كيس فانيليا، والمكسرات اللي انت عايزاها، زبيب جوز هند سوداني، زبيب ناعم، زبيب مقشور، اللي انت عايزاه اعملي بيه. دلوقتي هجيب ال3 كوبايات مية عليهم 6 معالق سكر بالظبط مظبوطين، يعني لا دلع قوي ولا مسكرة قوي، هتلاقيها مظبوطة وحلوة قوي. المقادير دي صدقيني اعملي بيها هتلاقيها مظبوطة خالص. اللي ما بتعرفش تعمل سد الحنك، دي اسهل طريقة واحسن طريقة ومقادير مظبوطة. هقلب السكر في المية كويس جدا علشان لما اشتغل على النار بالسمنة والدقيق هنزل على طول بالمية. هي بالظبط خدت ال3 كوبايات، وزي ما قايلالك مقادير مظبوطة. انزلي بال3 معالق السمنة البلدي مليانين، يعني علشان عايزاها تكون غنية. واهم حاجة هقولك سمنة بلدي، عشان احنا طول عمرنا بنعملها بالسمنة البلدي. ولو مش عندك سمنة بلدي اعملي اي سمنة اشتغلي بيها. دلوقتي نزلت بالدقيق، ولازم اساوي الدقيق، اساويه يعني هحمره، هغمقه شوية، مش هخليه فاتح، عايزة الدقيق يستوي معايا. ايدي فيه وبقلبه على طول، ما بسيبوش عشان لو اتساب في ثانية بيتحرق، وانا مش عايزاه يتحرق مني ولا يغمق من حتة، عايزة كله واخد لون واحد، ياخد الوقت اللي هو عايزه، 8 دقايق 10 دقايق. اهم حاجة اخد اللون المظبوط، مش عايزة فاتح، لو فاتح هيبقى الدقيق ني، يبقى انا بوظت الدنيا. اهم حاجة في التركة دي ان انتي تحمري الدقيق. هوصل لتحمير، فاضل عليه كمان تكة، وهقولك خلاص انزلي بالمية المسكرة بتاعتك على سد الحنك. في ناس بيجودوا فيه وبيعملوه باللبن، انا بقولك لا، هي طريقته الاصلية بتاعت زمان هي المية اللي بالسكر بس. انتي عايزة تزودي قيمته الغذائية حطي لبن براحتك، بس احنا طول عمرنا بنعمله بالمية. وبعدين احنا حاطين سمنة بلدي، خلاص دخل في اللون اللي انا عايزاه. هنزل بكوبايات المية شوية شوية، وخدي بالك عشان بيطلع في الاول بخار جامد. وهبتدي انزل بال3 كوبايات بالظبط، هما ال6 معالق دقيق بياخدوا 3 كوبايات مظبوطين، لا اقل ولا اكتر. طبعا عمالة اقلب فيه كويس وايدي فيه ما بسيبوش، علشان كمان الدقيق يستوي في المية، وعلشان ما يكونش ني معايا، فبقعد اقلب فيه. زي ما انتوا شايفين فك معايا، وهخلص كمية المية بتاعتي كلها. بس انا بساوي الدقيق على نار هادية، اوعي تعلي النار، انا قلت على نار هادية موطية العين، لغاية لما الدقيق بتلاقيه استوى معاكي. بتعرفي ازاي؟ بيبتدي يبقبق من الجناب، يعني ايه؟ بيطلع زي فرقية بدخان، فهتعرفي ان الدقيق استوى معاكي، وساعتها تقفلي على البوتاجاز. انا خلاص خلصت المضرب، مش عارفة اتحكم فيه، ابتدى يتقل معايا، فجبت المعلقة الخشب علشان اعرف اقلب كويس. اهم حاجة اوعي تخليه يلزق من تحت في قاع الحلة، لا قلبي كويس جدا وايدك فيه. فاضل لي اخر شوية مية، خلاص المية اتقلبت كويس. اخر بقى حبة هبتدي انزل برضو بيهم شوية شوية، انا بنزل بالمية شوية شوية، واشوف لو تقل معايا هنزل برضو بشوية مية. كل دوت وكل ده بيستوي معايا الدقيق، وبقلبه كويس جدا. خلاص اخر شوية مية حطيتهم، وهبتدي اقلب، وخلاص هستنى لما الدقيق يستوي معايا ويبقبق من الجناب. خلاص الكمية عندي هنا كده مظبوطة، مش هحتاج مية تاني. معلش انا مطولة في الفيديو علشان اوريكي المراحل بتاعتها. انا بدوق السكر بتاعها، السكر بتاعها مظبوط جدا. هي خلاص ابتدت تبقبق من الجناب وتطلع زي بخار فقاعات كده، فخلاص هي خلاص خلصت معايا، وهبتدي اغرفها. زي ما انتوا شايفين كده هطفي على البوتاجاز، وكل ده انا موطيه سايباها بتستوي براحتها، علشان الدقيق زي ما قلت لك عايزاه يستوي معايا. خلاص هبتدي اغرف سد الحنك. المقادير دي مظبوطه، لو عايزه تعمليها مش هتفشل منك خالص، جربيها مش هتندمي. زي ما انتوا شايفين سايله معايا ومقاديرها مظبوطه مظبوطه.
دلوقتي في الشتاء بتبتدي تمسك معاكي، لكن في الصيف بتكون سايلة معاكي مش ماسكة في بعضها. هبتدي اغرفها، واحنا كمان ممكن ناكلها بالمعلقة، ممكن نعملها سندوتشات. هتستغربي لما اقولك سندوتشات، هقولك بنفطر بيها الصبح مع كوباية الشاي او بعد الظهر مع كوباية الشاي، وجميلة وبتتعمل احلى سندوتشات سد الحنك، او تتاكل بالمعلقة، واحلى حلويات. لو كان في فينو كمان كنا بنحطها في الفينو، بس هي حلوة برضو في البلدي، وجربيها. ممكن تغرفيها في السلطانية زي ما هي، وممكن كمان تحطيها في طبق، حطيها زي ما انت عايزة في اي حاجة، حطيها في علبة واقفلي عليها. انا حطيتها في الاطباق اللي هي السلاطين، وقلبتها الناحية التانية وزوقتها جوز هند وزبيب، وكمان سوداني كداب. عايزة تحطي مكسرات حطي، اللي عندك حطيه، مش عايزة تحطي خالص ممكن تسيبيها سادة زي ما هي. عملتلك احلى سد حنك بمقادير مظبوطة جدا. الزمن الجميل عمرنا ما هننسى احلى حلويات بتاعت زمان، اللي كان نفسنا في اي حاجة حلوة تتعمل لنا. جربوا الطريقة دي مش هتندموا. وياريت اللي مشترك في القناة يعمل لايك، واللي اول مرة يشوف القناة يفعل الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.